السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل مشاهدين داخل مصر وخارج مصر؟ ازيكم يا كل حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير بخير يا رب. أنا دلوقتي حبايبي النهارده عيد الأم، فلقيت أحفادي جايبين لي حاجات عيد الأم. طبعا آدم جاب لي العصارة دي ما كانتش على بالي وكان نفسي فيها بصراحة. عصارة البرتقال كان بصراحة لقيته داخل عليا فجأة كده يعني هدية. أهي يا حبايبي، وملك وياسين هم اللي جابوا التورته. ملك وياسين جابوا لي التورته. اهي يا حبايبي، وطبعا ابني ربنا يحفظه لي يا رب ويخليه لي، وعقبال ما يجيب لي عروسته هو جاب لي المكنه دي، هو اللي دخل على المكنه دي. اهي يا حبايبي، ربنا يخليهم لي يا رب ويخلي كل يا رب عيل طيب كده على امه ويرضيهم. فهي بصراحه عملوا لهم مفاجاه جميله، وكفايه لمة احفادي معايا بالدنيا بحالها. بصراحه انا ما كنتش متوقعه يعملوا لي كده، فربنا يخليهم لي. بصراحه هم منورين حياتي. وطبعا بنت حبيبتي فرحاني بالفلوس اللي قد ده. اهي ربنا يفرحها هي وعيالها يا رب، ويفرح ام ملك وياسين بيهم، وادهم الصحه هم وعيالهم يا رب وجوازتهم، وربنا يخلي جوازتهم يا رب ويصلح حالهم يا رب، يصلح حال جوازتهم يا رب ويرضيهم. فانا حبيت بقى اقول لكم كل سنه وانتم طيبين مع احفادي. كل سنة وانت طيبة يا تيتا. انا احب تيتا، انا احب تيتا. تيتا تحبيني، اركب العجلة وتيتا تزقني. انا احب تيتا وتيتا تحبيني، اركب العجلة وتيتا تزقني. دلوقتي يا حبايبي الهدف مش من الهديات، الهدف ان انت تروح لوالدتك او تروح لوالدتك تراضيها وتخش عليها بالدنيا بحالها. محدش يزعل امه، رضا الام مرضى ربنا. انا بتكلم حاجه زي كده، دخلت الواحد على الام بالدنيا بحالها، الام بتبقى فرحانه واللمه فرحانه بيهم. لكن تيجي مثلا تودي لها هديه وتعملها وحش، ايه الفايده؟ ايه الفايده تعملها وحش؟ لازم تعامل امك كويس او امك كويس لحاجه واحده عشان ربنا يبارك لك. والله العظيم اللي بيرضى امه وابوه ربنا يبارك له، سواء امه او ابوه. وخلي بالك ما بيروحش بعد ما بتتجوزوا او بتتجوزي وتخلفي كما بتعملي بيقعد لك، زي ما بتعملي بيقعد لك يا حبيبتي. والله العظيم عن تجربه وعن كل حاجه، تعملي حلو بيقعد لك. يعني انا والده عن نفسي بقى كل ما يكلمني يروح يسترها معاك ربنا، وفعلا يعني انا مر عليا حاجات كتير وربنا سترها معايا. فخلي بالك، زي ما تعملي في اهلك بيقعد لك، زي ما تعملي في اختك هتقعد لك. والله حتى لو تعملي في اخوكش بيقعد، لو تعملي في اختك هيقعد. فما بيروحش، سواء تعمل في اختك او تعمل في اخوكي مش بتروحش، مفيش حاجه بتروح. اهم شيء صلة الرحم، اهم شيء صلة الرحم، لو بالتليفون حتى، لو بالتليفون يا حبايبي. فمش المهم في الهديه، مش المهم في الفلوس، المهم الود يا حبايبي، ان احنا نسال على بعض ونطمئن على بعض، والعيال يرعونا. ما العيال بتتعلم من مين؟ بتتعلم من الام ومن الاب، ان هو مثلا بيراعي اخته بيراعي امه. فنبقى العيال بتتعلم من اهاليها. اما بيشوفوك بتعامل اخوتك كويس بيعاملوا اخوتهم كويس، بيشوفوك بتعامل امك كويس بيعاملوا كويس. فانا يا حبايبي انا مش المساله في الهديات ولا حاجه، انا لميتهم كده حواليا بالدنيا بحالها، لميتهم بالدنيا بحالها. انا بتكلم عن نقطه واحده، ان انتوا صلة الرحم، وتعلم عيالك ازاي ان هم يعاملوا اخوتهم كويس، ان هم يعاملوا جدهم ازاي كويس، يعاملوا عمتهم ازاي كويس، يبقى احترام للكبير. مش مثلا لا سيبك من ده وسيبك من ده، كله كلام فاضي، كله ده كلام فاضي. اهم شيء يوم بالتليفون، يوم بالتليفون قالوا اذا كل سنه وانتم طيبين بالدنيا بحالها. وبعدين العيال لما بيشوفوا امهاتهم واباتهم بيعاملوا اخواتهم حلوين بيطلعوا زيهم. يعني انا مثلا بعامل اخواتي كويس، ولادها يطلعوا برضك بيعاملوا بعضهم كويس، جوزي بيعامل اخته كويس، نفس النظام برضك ولادها يعملوا كده. لكن يا حبايبي ودايما مش تقولوا مثلا
يا مالكش دعوه بابن عمك ويا ابني مالكش دعوه بابن خالك. لا، الكبار شيء والصغيرين شيء. طلعوا الصغيرين يبقوا يحبوا بعض، طلعوا الصغيرين يحبوا بعض. مثلا ما فيش ابن خالي وخالتي، ده اخوك. ما فيش ابن عم وعمك، ده اخوك. يوم معاك حته مثلا ارواحه، معاكش غطايه، ادي لاخوك حته. ما تقولوش ابن عم، لا ده ابن عمك وابن خالك. المفروض احنا كمسلمين وكبشر ان احنا مثلا ده اخوك، مش لا تخبي. انا لازم اعرف الناس ده خبي مثلا الاكل ده ولا اعمل الاكل ده، لا ده ربنا اللي بيرزق. يا اما انتوا تتجمعوا بعد كده والله ربنا بيرزق. انت لو كوبايه عصير وحد دخل عليكي، ده ربنا كاتبها للبني ادم، ربنا كاتبها للبني ادم. مش لا خبي يا احسن فلان جه، لا خبي يا ابني مش عارف ايه، خبي يا بنت عيني احسن فلان جه. ليه؟ ما اللي يجي ربنا رزقه. انت ربنا رزقك عشان تديهوله. يا واحد ده ليه كاتب كوبايه الحاجه الساقعه دي ليه؟ هيخبط عليك ويقول لك انا عاوز اشرب، هتديها له. لكن هتخبيها هتزول من وشك، هتخبيها هتزول من وشك. ويا جماعه رجاء اللي قاعد في بيت عائله يحبب العيل في بعضها، يحاول يحبب العيل في بعضها. ما فيش اقول ده مش ابن مثلا، لا ده ابن عمك وابن خالك وخبي منه، لا ده اخوك وده اختك. يبقوا اخوات طالعين مع بعض ماسكين بعض وعيله واحده، وعيله واحده مع بعض. انا هنا معلمه احفادي ما فيش قرة ولد خالتي ولا ابن خالتي ولا الكلام ده، لا اخويا. ما باجي اتكلم مع حد مثلا لا اخوك، لا ده اخوك. ما فيش قرة ابن خالتي ولا الكلام ده، لا مفيش الحاجات دي يا حبايبي. انا حبيت اوريكم الحاجات ديت وبقول لكم ده على حس ان انا بشوف حاجات قدام مني. لا ده ابن عمك، لا خبيه لا واعمل يا ابني، لا يا حبايبي. ده بصوا هو ربنا اللي بيبارك في القليل، ربنا بيبارك في القليل. وكل سنه وانتم طيبين. والله كلمه تخبطها على الباب كده وكل سنه وانت طيبه بالدنيا بحالها. مش لا استنى اخد من ده واخد من ده، ما تستنيش. هو ربنا اللي بيرزقك، هو ربنا اللي بيرزقك. ما تستنيش من ده ومن ده، انت تقول يا رب وهو ربنا اللي بيرزقك. وطول ما انت قاعده حبيبتي خشيت عند حد ما شاء الله اللهم صل على النبي. ليه بقى؟ عشان ما انت البني ادم بيحسب نفسه، البني ادم بيحسب نفسه. خش عند حد ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد، ربنا يزيد ويبارك من جواكي عشان يبقى دخلتك بركه، يبقى دخلتك بركه. يبقى تخش عند حد اللهم صل على سيدنا محمد ربنا يزيد ويبارك. فانا حبيت يا حبايبي اقول لكم ده الفيديو ده عشان بس داخل على ايام مفترجه. واللي زعلان مع حد يكلمه، اللي زعلان مع حد ومزعل حد يكلمه، المسامح كريم. واقول لكم ايه بقى، معلش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.